كان بقالهم 15 سنة متجوزين. هي ست بيت أصيلة، يومها كله كان بيدور حوالين طلبات البيت، المذاكرة للأولاد، تنظيف. هو راجل شقيان بيطلع من نجمة عشان يوفر لقمة العيش ويدفع أقساطه. بس مع الوقت وبعض ضغوط الحياة دخل بينهم وحش اسمه التعود الجاف. ما بقاش في كلام حلو، وما بقتش هي بتسمع منه كلمة شكر، وكل كلامهم عبارة عن جبت عيش؟ الواد نجح، الأنبوبة خلصت. وفي يوم رجع من الشغل هلكان ومطحون، قعد على السفرة وحطت الأكل، صينية البطاطس، فراخ، رز. دق أول معلقة، وبدل ما أقول تسلم إيديكي قلب نبرة ناشفة ومليانة زهق. البطاطس ناقصة ملح، خلاص يا هناء. الفراخ محتاجة شوية سوا، بقالك كام سنة بتطبخي وانت مش عارفة تظبطيها. هناء بصيت له، عينيها بدأت تغرغر بالدموع، بس مسكت نفسيها وقالت بصوت واطي حاضر، هبقى اظبطها المرة الجاية. وقامت وسابت السفرة ودخلت المطبخ. مرت سنين ودارت الأيام، وفجأة هناء تعبت وسابت الدنيا. البيت فضي عليه، وبقى يرجع يلاقي الحيطان هي اللي بتكلمه. بعد شهر من وفاتها كان قاعد لوحده جاع، دخل المطبخ يحاول يعمل لنفسه لقمة. فتح درج المطبخ القديم عشان يدور على معلقة، فلقى كشكول صغير متداري ورا العلب. فتحه لقى خطها، كان كشكول مذكرات ويوميات بتكتبه من سنين. فر في الصفحات لحد ما عينه وقعت عند تاريخ اليوم اللي حصلت فيه خناقة صينية البطاطس من 7 سنين فاتوا. لقى هناء كاتبة في السطر الأولاني: النهاردة نزلت اشتريت الخضار وأنا رجلي بتوجعني، وقفت في المطبخ 3 ساعات في الحر عشان أعمل له الأكلة اللي بيحبها ونفسه فيها. كنت مستنية يرجع ويقول لي كلمة حلوة تداوي تعبي، بس هو داق وشتمني وعاب في أكلي. ودخلت المطبخ عيطت ودعيت ربنا يسامحه، بس الحقيقة في حتة جوايا ماتت النهاردة، ونفسي في الطبخ اتقطعت. الراجل قفل الكشكول ودموعه نزلت على ايده. افتكر كم مرة عاب على لبسها، كم مرة انتقد تسريحة شعرها، كم مرة دخل ولقاها منظفة البيت فمسك في المنديل اللي رموه الأولاد وقال لها البيت يضرب يقلب. افتكر انه ما كانش بيشتمها بس، ده كان بيقتل طاقتها بالبطيء، بالنقد المستمر. حس بمرارة في حلقه وهو بيقول لنفسه يا ريتها كانت ناقصة ملح طول العمر، بس تفضل هي مالية البيت.